يقول أبو العلاء المحري: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين. علي الشرق شوف قصيدته: سل الحجر الصوان والأثر البادي، خليلي كم جيل قد احتضن الوادي، ففي الخمسة الأشبار دكت مدائن، وقد طويت في حفرة 1000 بغدادي. والله أنا جاي على رسلي أقرأ فاتحة إلى جدي، نعم مدفون قريب يعني قبل شيخ محمد حسين كاشف الله، هو توفى قبره قبله، وهي آخر النجف، آخر المقبرة. خلصت فاتحة وقريت أبيات الشرخي وما ملتفت، رفعت رأسي وإذا هذه مقبرة المرحوم الشيخ علي الشرخي. احنا هم باتر كلنا تراب ترى. دع المناصب الزائلة، دع الألقاب المحترمة، دع الشهادات العظمى. الإمام علي من ذاك اليوم أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين من كانوا أطول منكم أعمارا وأبعد منكم آثارا وأعمر ديارا؟ وينهم؟ كلهم تحت التراب. بلغ عمر 60 عام قرأت السيد محمد سعيد الحكيم قصيدة مطلعها: أين آباؤنا وأين الجدود، ذهب الموت فيهم والصعيد. صار عمري 70 عام قرأت للسيستاني حفظه الله بيتين: بلغت من عمري 70 وكنت لا أأمل 50، فالحمد لله على فضله أن زاد في عمري 20. قال لي: لا بعد الريتها، فارتجدت فورا، وإنني أطمع في لطفه أن يجعل 70 90. والله لا حبا بالحياة، بس عندي مشروع تفسير القرآن العظيم أريد أكمله وتنتهي مهمتي في الحياة. فاسمعوا يا أخوانا، أخدموا النجف واخدموا أمير المؤمنين.